ممتاز. مغالبه انا هخش على 100%، نفسي اخد 100%، وجبهه الانقاذ نفسها تخش 100%، وحضرتك عايز تخش 100%. هذا ليس عايز انا ما بخشش يخش. المهم ان يبقى في ايه؟ في قبل الصندوق واثناء الصندوق وبعد الصندوق في عداله، في موضوعيه، في نزاهه، صح كده؟ واللي ياخد 100% ما ياخد، انما انا مش عايز احط شروط مسبقه. موقفك انت ايه شخصيا او كحزب من هشام قنديل؟ من ايه؟ من اداء هشام قنديل. ما انا قلنا الدكتور هشام قنديل احنا شايفين انه اداؤه جيد، والظروف اللي موجوده فيها الوزاره ظروف صعبه جدا، والناس بتشتغل، بس الممانعه يا استاذ خالد في اماكن كثيره من الدوله، وحضرتك عارف كويس جدا في ممانعه في اماكن كثيره من الدوله في المؤسسات القديمه، ومحاوله عوده النظام السابق واضحه وصريحه. والحكومه دي لو هي بتشتغل بنفس النظام اللي موجود عليه دلوقتي وبتجد دعم من كل مؤسسات الدوله من الناس، اعتقد ان النجاح كان هيبقى اكبر وافضل. واي حكومه جت او جت او هتيجي هيبقى لها اخفاقات. احنا المهم عايزين النقاط الحرجه، ملفات الامن، ملف العداله والقضاء، الملفات دي تضبط. وبقول لست في اي زي ما حضرتك تقول رئيس الوزراء من هذا الموضوع، ولكن نعمل حسابنا ان كان في فساد سنوات طويله متغلغل، صعب على الدكتور هشام، صعب على اي حد يجي انه يغيره بعقل. ما احنا هنعيش كده كتير يا استاذ حسين للاسف على فكره الفساد المتغلغل ده اللي بيعطل العمل. ان شاء الله شهور قليله وينتهي قصه مجلس النواب، وعلى من يسند طيب. اليه. بشكرك. اتفضل. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسين عبد القادر، المسؤول الاتصال السياسي في حزب الحريه والعداله.